السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن لوحات التحكم مجموعة الرطوبة المتكاملة. معانا اوردر ان شاء الله حضراتكم خارج شحن. الاوردر عبارة عن لوحة تحكم مجموعة الرطوبة المتكاملة. اللوحة حضراتكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحلة 2001 اف، وحابين ننوه عن حاجة بخصوص الترموستات الأربعة مرحلة 2001 اف. موجود دلوقتي حضراتكم في السوق ترموستات 4 مرحلة 2001 اف صناعة صيني. طبعا حضراتكم شغلنا كله كوري، وبننصح بالترموستات الكوري لان طبعا الترموستات هي المحور الرئيسي في تظبيط درجات الحراره سواء صيف او شتاء. مع الترموستات الكوري تقدر تعتمد عليها في تظبيط درجات الحراره بشكل كبير. فعشان حضرتك تعرف الترموستات صيني ولا كوري، موجود طبعا حضراتكم خلف الترموستات زي ما واضح هنا امام حضراتكم صناعه كوري، فبالتالي الترموستات ديت صناعه كوري. حبينا ننوه لان موجود دلوقتي حضراتكم ترموستات 2001 اف صناعه صيني 4 مرحله، نفس الاوبشن بالظبط للترموستات الاربع مرحله الكوري ل 2001 اف. حبينا ننوه عن حاجه كمان بخصوص تصنيع اللوحات التحكم والدفايات الغاز اللي بيتم في المؤسسه. يوجد صيانه ومتابعه ما بعد البيع، يعني اللي حصل مشكله لا قدر الله في الدفايه او في لوحه التحكم تقدر حضرتك تتواصل معايا في اي وقت. يعني حضراتكم في صيانه ومتابعه ما بعد البيع، مش مجرد ان انا بعت لحضرتك خلاص مش هرد عليك او هقفل تليفوني، لا، في مشكله لا قدر الله في الدفايه، الاشعال ذاتي الاوتوماتيك التحديث الجديد او التحديث القديم، او مشكله في لوحات التحكم، تقدر حضرتك تتواصل معايا في اي وقت. اللوحه حضراتكم الترموستات هتشغل معانا دفايه وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على نفس الشفاط رقم واحد للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. الشفاط حضراتكم بياخد امرين، امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. الاولويه طبعا حضراتكم بتكون للترموستات. طبعا حضراتكم كده هتكون طريقه التشغيل كالاتي زي ما احنا ظابطين على الترموستات. لو درجات الحراره انخفضت الدفايه بتشتغل ترفع درجات الحراره، درجات الحراره ارتفعت عن ما احنا ظابطين على الترموستات شفاط رقم واحد بيشتغل، درجات الحراره ارتفعت بزياده شفاط رقم اتنين بيشتغل، درجات الحراره ارتفع بزياده اخر حاجه بتشتغل معانا خلايا التبريد. ودي افضل طريقه حضراتكم ان احنا نحافظ بيها على الكتاكيت من البرد والاسهالات وكمان الرطوبه، لان طبعا حضراتكم في ترموستات بتكون مرحله واحده او مرحلتين بتشغل الشفاطات وخلايا التبريد مع بعض، فبالتالي الشفاطات وخلايا التبريد يشتغلوا مع بعض درجات الحراره هتنخفض بسرعه، فبالتالي هيحصل معاك برد واسهالات. كمان لو الشفاط فصل مع خلايا التبريد او قبل خلايا التبريد، طبعا الرطوبه هتعلى معاك في المكان بسبب ان ورق خلايا التبريد لسه ما جفش. فافضل طريقه زي ما وضحت لحضراتكم كل مرحله تكون مستقله بذاتها، يعني كل مرحله تقدر تظبطها على الترموستات زي ما حضرتك عايز. زي ما شرحت، درجات الحراره انخفضت الدفايه تشتغل، درجات الحراره ارتفعت شفاط رقم واحد يشتغل، درجات الحراره ارتفعت بزياده شفاط رقم اتنين يشتغل، درجات الحراره ارتفعت بزياده اخر حاجه تشتغل معانا خلايا التبريد. موجود كمان حطكم على اللوحه تايمر للفانات، لان طبعا اللوحه خارج معاها مجموعه رطوبه متكامله. موجود كمان حطكم ترموستات للرطوبه، ترموستات اس تي سي 1028 30 ترموستات درجه اولى. الترموستات حطكم الدرجه الاولى اللي بتكون اتنين شاشه، شاشه اللي على اليمين الرطوبه والشاشه اللي على الشمال الحراره. طبعا حطكم الترموستات مستخدمينها رطوبه فقط لانها بتكون دقيقه في قرايه الرطوبه. ده حطكم معانا اللوحه من الخارج. موجود طبعا لمبه لقياس الفولت ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه في حاله اي مشكله. هنشوف حضراتكم اللوحه من الداخل. طبعا اللوحه فيها 6 كوندكتور، كوندكتور لكل مرحله، كوندكتور للدفايه، كوندكتور للشفاط رقم واحد، كوندكتور للشفاط رقم اتنين، كوندكتور لخلايا التبريد، وكوندكتور للفانات، واخر كوندكتور للرطوبه. طريقه التوصيل برده كالاتي، نبدا من على اليمين، توصيل الدفايه، توصيل شفاط رقم واحد، توصيل شفاط رقم اتنين، توصيل خلايا التبريد، توصيل الفانات، واخر حاجه توصيل الرطوبه. وهنا طبعا مدخل الكهرباء راكب مفتاح ثنائي زي ما واضح امام حضراتكم، صناعه فيتنامي، مفتاح ثنائي. دي كده حضراتكم بالنسبه للوحه التحكم. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز، ويوجد تصنيع لوح حسب رغبه العميل. حابب حضرتك تضيف تايمر نشيل تايمر، حابب حضرتك لوحه 2 مرحله 4 مرحله 6 مرحله لحد 18 مرحله موجود بفضل الله. موجود كمان حضراتكم مع اللوحه مجموعه الرطوبه متكامله ان شاء الله. طبعا حضراتكم اللوحه ومجموعه الرطوبه خارجه العنبر 300 متر بسعه 3000 طائر. موجود مجموعه الرطوبه متكامله مكونه من 12 فانه مقاس ال 20 في 20، وطبعا 2 موتور ضخ ميه للرشاشات. وهنا طبعا حاطكم الرشاشات 10 رشاشات والخراطيم الخاص بمجموعه الرطوبه. يبقى بفضل الله مجموعه الرطوبه متكامله مش ناقص اي شيء، المجموعه بتوصل لحضرتك على الشغل على طول مش ناقصه اي شيء بفضل الله. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن بتبحث من اي مكان عن مؤسسه ابو مالك بتظهر لحضرتك على طول. يوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.